عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قبل أن يهبط آدم وحواء إلى الأرض كانت الكعبة قد وضعت، وطاف حولها الملائكة ولبوا، ثم طمرها الطوفان في عهد نوح عليه السلام. وعندما شاء العلي القدير أن يعود الإنسان إلى النور، أمر نبيه إبراهيم أن يحمل زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى الوادي القفر الذي لا ماء فيه ولا ثمر، وهناك تركها وقفل راجعا. وعندما بلغ الثنية دعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام تفجرت زمزم، العين الطاهرة لإسماعيل وأمه هاجر، وعلمت بها القبائل، فجاءت مهرولة إلى حيث الماء والطهر. استقر المقام لبني العماليق عند سطح قعيقعان بعد أن أذنت لهم السيدة هاجر. ولما بلغ نبي الله إسماعيل الحلم زوجوه عمارة بنت سيد بني العماليق. كما جاءت قبيلة جرهم فأقامت عند سطح جبل أبي قبس شرقي البئر عند ثنية الوادي. وتمضي بضع سنين فيأذن الله لنبيه إبراهيم عليه السلام أن يزور الوادي، وهناك يسأل عن حال البيت والزوج. ولم تلتمس عمارة زوجة النبي إسماعيل من حكمة القول كلمة، فأمرها أن تقرئ زوجها السلام حين يعود، وتبلغه أن يغير عتبة بابه. ففهم إسماعيل كلام أبيه وفارقها. أسرعت قبيلة جرهم إلى شرف مصاهرة نبي الله إسماعيل، ومن نسلهما ولدت قبيل العرب وأشرفها. أرشد الله نبيه إبراهيم إلى الموقع الذي أقيم عليه البيت محددا أركانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقام نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بإظهار حدود البيت، وطهر المكان، وأقام البناء من الركن الأسود إلى الركن الشمالي عند الحجر بطول 32 ذراعا، ومن الركن اليماني إلى الحجر الأسود بطول 20 ذراعا، وبارتفاع قدره 7 أذرع. ثم وضع الحجر في موضعه، وطاف حولها 7 أشواط. ثم بدأ دعوة الناس إلى البيت العتيق تعبدا لله وتطهرا من آثام الدنيا. فهوت قلوب الناس إلى بيت رب الناس وتسابقوا إلى الحج إليه. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ظل نبي الله إسماعيل يقوم على ولاية البيت إلى آخر حياته، ثم توارثت جرهم ولاية البيت من بعده، إلى أن اجتاح سيل العرم سد مأرب في أرض سبأ في القرن الثالث الميلادي في اليمن فدمره تدميرا. فاضطرت أسد وخزاعة إلى الهجرة شمالا. نزلت خزاعة مكة
بعد تغلبهم على الجرهميين وطردهم منها. وغير عمرو بن لحي دين الله الحنيف وأبدله بعبادة الأوثان والأصنام، وفرض على الحجيج قرابين إلى الآلهة، وأصبح الطواف بالبيت مجرد مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. واستمر الأمر على هذا الحال حتى مقدم قصي بن كلاب بن مرة من نسل نبي الله إسماعيل في منتصف القرن الخامس الميلادي ليطوف بالبيت، فآلت إليه أمور مكة وزعامتها، ومعه بدأ عهد القرشيين. وانتشرت بطون قريش في شعابها، وحلت البيوت المبنية من الطين والحجر محل مضارب الشعر. وخط قصي للكعبة مساحة توازي صحن المكان، وبنى دار الندوة، وحل الناس أن يبنوا حولها. كانت سقاية الحجيج مناط الرفعة والسؤدد، وكانت في الوقت ذاته صعبة مكلفة بسبب شح المياه في بطحاء مكة، ولأن زمزم لم تكتشف منذ أن طمرتها جرهم، ومع ازدياد أعداد الحجيج وانتعاش الحركة الاقتصادية أصبحت مشكلة نقص المياه الشغل الشاغل لكل من ولي الأمر بعد قصي. فكر عبد المطلب في أمر بئر زمزم التي كانت الأخبار ما تزال تروى عنها، ولم يزل يبحث عن مكانها حتى رأى في منامه من يناديه ويهو على مانها ويأمره بحفرها، فهداه الله إلى موقع البئر، فتدفقت مياهه وتدفقت معه قوافل الحج والتجارة، حتى أصبحت أم القرى في 11 مركز التجارة بلا منازع، وأصبحت ملتقى الطرق التجارية بين اليمن والحبشة جنوبا، وبين الفرس والروم شمالا شرقا، وبين مصر وإفريقيا غربا، وكأنما كانت تتهيأ لاستقبال أشرف الأنبياء وآخر رسالات الأنبياء. وولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة 571 ميلادية، وكبر وترعرع في جنباتها وحول بيتها، فعرفه الناس وعرفهم، وأمنوا له وأتمنوه، وتزاحموا على وده وصحبته والقرب منه، فتزوج أم المؤمنين خديجة. وما هي إلا سنوات حتى بدأت رحلة الرسالة والتوحيد، وأمام غار حراء أشرقت الرؤى، وتحفز التاريخ لاستقبال رسالة التوحيد الخالص وميلاد أمة الإسلام ومكان الوحي والتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانطلق ضياء الدعوة في مكة يملأ صدور العرب نورا 13 عاما، وانطلقت سهام الحقد على الرسول ودعوته وصحبه، ترغيبا تارة وترهيبا تارة أخرى، ثم تعذيبا ومقاطعة وتهديدا. ولما أذن الله لنبيه بالهجرة أجمع الشرك أمره على اغتيال نبي الله غدرا، فتحلقوا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بصحبة الصديق أبي بكر متجها إلى يثرب سالما معافى، ومع أن الطريق إلى يثرب تسير شمالا، إلا أنهما اتخذا طريقا إلى الجنوب من مكة. وعند الثنية التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موطن صباه ومهد دعوته، مودعا وداع المتعلق ببيت الله الحرام، ثم سار معا 10 كيلومترات حتى جبل ثور، فصعدا
حتى بلغ غار ثور طلبا للراحة والاختباء. كان أبو بكر أهوفا على حياة نبي الله، والرسول يهون عليه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره